قالوا لي خويا خويا بالسلامه عليكم. فهاد العام المغرب ولا كيعاني من واحد الواقع جديد. الشتاء كطيح بشده، السدود عامرين، ولكن التحكم في المياه ما بقاش كيف قبل. هادشي خلى بزاف ديال الناس يطرحوا سؤال مهم: واش البنيه التحتيه ديالنا واجده للتغيرات المناخيه ولا لا؟ دابا خليني نديك تجربه عالميه. الصين بلاد عرفت فيضانات خطيره عبر التاريخ، ولكن قدرت تحول المشكل لقوه بالعلم والهندسه. 3 Gorges Dam ماشي غير سد، راه واحد من اعظم المشاريع الهندسيه في العالم، كيتحكم في الفيضانات، كينتج طاقه كبيره، كينظم الاقتصاد ديال مناطق كامله. وراه هذا المشروع كاين مجهود علمي حقيقي، جامعات قويه، تكوين تطبيقي، مهندسين خدامين في الميدان. اليوم الشركات الصينيه ولات مطلوبه عالميا، ماشي غير في الصين ولا في المغرب، ولكن في افريقيا، اسيا، اوروبا، امريكا اللاتينيه. في هذا العام المغرب حتى هو ولا كيخدم بزاف مع الشركات الصينيه في البنيه التحتيه، طرق السياره، الموانئ، السكك الحديديه، الطاقات المتجدده، وحتى مشاريع مائيه وسدود. هاد الشراكه كتعطي امتياز كبير للطلبه اللي كيقراو في الصين، كيعرفوا كيفاش كتخدم الشركات الصينيه، كيهضروا باللغه الصينيه، وخداو تجربه حقيقيه في مشاريع عالميه. الطالب اللي قرا في الصين ما كيبقاش محصور في فرصه واحده، ولكن كتفتح ليه المستقبل في المغرب وخارج المغرب. الا بغينا مغرب قوي في السدود وفي البنيه التحتيه، خاصنا اطر تقرى في بلدان سبقاتنا في الهندسه المدنيه والمائيه والمشاريع الكبرى. والصين اليوم من اقوى هذه الاختيارات. الا كنتي طالب وكتقلب على مستقبل حقيقي، الدراسه في الصين ممكن تكون نقطه التحول ديالك.